هو انت عمرك صحيت الصبح كده وحسيت انك تايه؟ يعني ناوي تعمل حاجات كتير ومتحمس، بس اول ما اليوم يبدأ تلاقي نفسك بتلف حوالين نفسك. تقول هبدأ بعد كوباية الشاي، بعد الموبايل، بعد الفطار، ولما تبص في الساعة تلاقي النهار خلاص راح وانت ولا عملت حاجة. وبتفضل تقول ماشي، بكرة هبدأ بجد، والبكرة دي ما بتجيش أبدا. تفضل تأجل وتأجل لحد ما تحس إن عمرك كله ضاع في التسويف. عارف، المشكلة مش إنك كسول ولا فاشل ولا دماغك فاضية، بالعكس، أنت عندك طاقة رهيبة بس مش عارف تستخدمها صح. دماغك مش منظمة، وده اللي بيخليك تحس دايما إنك مش لاحق على حاجة مع إنك مشغول طول اليوم. مشكلتك إن وقتك بيضيع في تفاصيل صغيرة ملهاش لازمة. تفتح الموبايل تقول أشوف إشعار صغير، تلاقي نفسك اتدخلت على فيديو وبعده فيديو وبعده كليب، وبعدها تقول خلاص آخر فيديو، وتبص تلاقي ساعة راحت وساعتين كمان واليوم كله طار. وبعدها تبدأ تلوم نفسك، تقول أنا ضيعت وقتي ليه؟ أنا ليه مش زي الناس اللي بتنجح؟ بس الحقيقة إن كلهم كانوا زيك بالظبط لحد ما قرروا يغيروا. اللي بينجح مش أكتر منك ذكاء، هو بس منظم أكتر منك. بيحسب يومه بالدقيقة مش بالعشوائية، بيعرف إمتى يشتغل وإمتى يرتاح وإمتى يسلي نفسه. وده الفرق اللي بيصنع النجاح. بص يا صاحبي، الحل بسيط، بس محتاج منك إرادة مش كلام. أول حاجة، اعمل جدول بسيط ليومك، مش لازم يكون معقد. كل اللي عليك إنك تكتب 3 حاجات أساسية عايز تخلصها في اليوم، مش 20 حاجة، لا، 3 بس، وركز عليهم. لما تخلصهم هتحس بإنجاز يخليك تكمل. تاني حاجة، ابعد الموبايل عنك وانت بتذاكر أو بتشتغل. مش تبعده في جيبك، لا، حطه في أوضة تانية أو اقفله. والله يا صاحبي هتتفاجئ قد إيه دماغك بقت رايقة. تالت حاجة، لما تحس إنك زهقت ما تقعدش، قوم خد نفسك وامشي شوية، غير مكانك، اشرب مية، خد نفس عميق. التغيير البسيط ده بيرجع النشاط. ورابع حاجة، ما تنساش تكافئ نفسك لما تخلص حاجة. مفيش مانع تشوف فيديو تحبه أو تلعب شوية بعد ما تخلص، بس خلي ده بعد الإنجاز مش قبله. هتلاحظ بعد كام يوم إنك بقيت مختلف. هتصحى بدري بدون منبه، هتبدأ يومك وعندك هدف واضح. حتى الناس اللي حواليك هيلاحظوا التغيير، هيقولوا إيه اللي حصل لك؟ بقيت منظم كده ليه؟ وساعتها أنت هتضحك وتقول ولا حاجة، بس قررت أعيش يومي صح. عارف يا صاحبي، الإحساس إنك بتخلص اللي وراك ده أحلى من أي تسلية. تحس إنك ماسك زمام حياتك بإيدك، مش الدنيا هي اللي بتسحبك. تحس إنك مش تايه، وإنك فعلا بتتقدم حتى لو بخطوة صغيرة كل يوم. وصدقني، لما تبدأ تنظم وقتك حياتك كلها هتتغير، مش بس في الشغل أو الدراسة، لا، حتى في تفكيرك، في مزاجك، في طريقتك مع الناس. لأن اللي بينظم وقته بينظم حياته. الوقت يا صاحبي مش بيستنى حد، يا إما تستخدمه صح يا إما هو اللي هيستخدمك. ومفيش حاجة اسمها لسه في وقت، كل دقيقة بتعدي مش هترجع تاني. ابدأ النهاردة، ما تستناش بكرة. ما تقولش لما أكون جاهز، لأنك عمرك ما هتبقى جاهز 100%. الجاهزية بتيجي لما تبدأ مش قبلها. ابدأ بخطوة صغيرة، حتى لو 10 دقايق تنظيم في يومك، بس استمر. هتشوف الفرق بعد أسبوع، بعد شهر، وبعد سنة. هتشكر نفسك إنك بدأت. ولو الفيديو ده حسك بحاجة جواك، لو فعلا ناوي تغير حياتك وتستغل وقتك صح، دوس لايك دلوقتي واشترك في القناة عشان تكمل الرحلة معانا، رحلة التغيير الحقيقي. وافتكر دايما، النجاح مش صدفة، النجاح تنظيم، التزام، وإصرار.